اليوم استيقظ الشارع التركي والأخبار التركية والعانة بخبر غرق صديق الممثل التركي كيفانش اللي اسمه خالد يوكاي. هو رجل أعمال وثري جدا وصديق الطفولة لكيفانش من زمان، يعني من أيام الطفولة هن أصدقاء مقربين وكتير كتير كتير علاقتهم حلوة وجيدة وكانوا مثل الأخوة. لكن مع الأسف الموت ما بيعرف عمر وما بيعرف كبير وما بيعرف صغير. الشاب اللي هو خالد تقريبا من 5 أغسطس انفقد هو عمي أبحر. ولكن بعد 19 يوم لقوه متوفي على عمق 70 متر بالبحر، وكان في صعوبة كتير وكتير وتدخلت كتير عالم لحتى تقدر تخرج الجثة تبعيته. وإجا فريق التحقيق أخذ عينة من الحمض النووي من جثة خالد ليتأكدوا أنه هو توفى غرق ولا توفى بغير طريقة. لكن اتضح لهم بعدين أنه السفينة انصدمت بقارب وتم اعتقال قائد السفينة بتهمة التسبب بالوفاة بسبب الإهمال. الحادثة اللي صارت معه جدا بشعة وجدا مأساوية. تخيلوا ضل فترة كتير طويلة غرقان بقلب البحر وما حدا عم يقدر يوصله، وحتى أهله وقرايبينه ما كانوا بيعرفوا إذا هو متوفي ولا هو خارج البحر ولا صاير معاه شي ولا لا، لكن فقدوا التواصل معاه على الخالص. واليوم حتى لقوا الجثة تبعيته الله يرحمه. وكان صديقه المقرب كيفانش بحالة يرثى لها وبحالة انهيار، والحزن ظاهر عليه من الخارج. الله يصبر قلبه يا رب، لأنه فاجعة جدا مش سهلة أبدا إنك تفقد شخص غالي عليك بهاي السهولة وفجأة. علق هو بهاي الطريقة وقال لا أجد الكلمات للتعبير عن ألمي بعد فقدان أعز أصدقائي، فهو لم يكن مجرد صديق بل كان أخ. رحيله المفاجئ غرقا ترك في داخلي شعورا عميقا بالعجز والفقد. أكثر ما يمزق قلبي إن له أطفالا صغارا، كل ما أستطيع فعله أن أكون سندا لأطفاله كما كان سندا لي طوال حياته. ما بنقدر نقول غير الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر عيلته وكل الناس اللي بتحبه، وبتمنى تدعوا له بالرحمة وإنه الله يغفر له. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك على الفيديو. بحبكم كلياتكم.